السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل السندوتشات الحلوة دي، سندوتشات الشاورما. هنعملها بطريقة حلوة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. هيحبها ولادكم جدا من طعمتها. وهنعمل معاها صوص حلو كده، بسيط جدا بس طعمه حلو. نبدأ على بركة الله ونشوف عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. طبعا الكميات كل واحد يعمل براحته. انا عندي ده صدر فرخة قطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده او صوابع. هنعمل للفراخ دي تتبيلة حلوة كده نتبلها فيها. عندي شوية من زيت الزيتون، مفيش زيت زيتون استعملي زيت نباتي. معلقتين من الزبادي ومعلقة من صلصة الطماطم. أنا استخدمت معلقة صغيرة من كل حاجة: كمون، كزبرة، فلفل أسود، جنزبيل، بابريكا، توم باودر، وشوية من توابل الشاورما. هقلب كل التوابل دي مع بعض، أدوب الملح والمكونات كلها تختلط مع بعض. هضيف بعد كده شوية من عصير الليمون، حوالي ليمونة كبيرة كده، لأن عايزة طعم الليمون يبان كده في تتبيلة الفراخ، بيدي للفراخ طعم حلو قوي. هضيف بعد كده قطع الفراخ، طبعا دي مغسولة ومتصفية. ده حجم القطعة اللي أنا مقطعاها شرايح، في إمكانكم تعملوا أكبر أو أقل حسب راحتكم. وهقلبهم في التتبيلة كويس قوي، لأن عايزة قطع الدجاج كلها تتغرق في التتبيلة. كل ما قعدنا الفراخ في التتبيلة دي مدة أطول كل ما كان طعمها أطيب. بعد كده هغطي الفراخ واسيبها في التلاجة لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين هجيب صينية فرن واحط فيها ورقة زبدة وارص فيها قطع الفراخ. هحاول افضي كل التتبيلة على الفراخ. بعد كده هضيف شوية من الخضار، هضيف فلفل الوان وشيري طماطم. اللي عايز يحط بصل يشوي، اللي عايز يشوي توم يشوي براحته. ما عندكيش شيري طماطم وعندك طماطم عادية حطي، ما عندكيش فلفل الوان ولون واحد حطي، المتوفر عندك اعمليه، واللي انت عيالك بيحبوه اعمليه. انا مولعة الفرن وسايباه يسخن. هرش على الخضار رشة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي حسب المتوفر، وكده الصينية جاهزة تدخل الفرن. هدخلها الفرن ونروح نعمل صوص حلو كده جميل يتاكل جنبها. عبارة عن شوية من الزبادي، هضيف عليهم فص من الثوم وشوية من الشبت. اللي ما بيحبش الشبت في إمكانه يستخدم شوية من البقدونس أو الكزبرة الخضراء أو النعناع أو الريحان، أي منكهات انتوا بتحبوها. هضيف كمان شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح. هنضيف كمان عصير ليمون، وبالهاند بلندر وهخلطهم مع بعض. نروح نبص على الصينية بتاعتنا، ما شاء الله خلصت وبقت جاهزة. هنبتدي نعمل السندوتشات. هجيب خبز التورتيلا، هاخد شوية من الصوص اللي احنا عملناه وافردهم على العيش، وهضيف بصل متبل بالملح والفلفل وشوية من البقدونس وشرايح طماطم والفلفل المشوي. وبعد كده هنضيف قطع الشاورما وهنلف السندوتش على شكل رول بالشكل ده. انت بتعملي السندوتش حسب رغبة عيالك او حسب رغبتك. طاسة همسحها مسحة خفيفة بالزيت وهحمر فيها العيش بالشكل ده. ما شاء الله، شايفين الساندوتش من جوه عامل ازاي؟ وادي الصوص اللي احنا عملناه معاه. وصفة سهلة جدا وجميلة، اتمنى ان انتوا تجربوها واتمنى انها تعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. ونشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم.